فخرج المخربون من محلة الفلسطينيين. الشيطان بيحاربنا ب3 فرق. المخربين خرجوا منين؟ من محلة الفلسطينيين. في 3 فرق، خلي بالكم، انتوا بتتحاربوا من 3 اتجاهات. الفرقة الأولى توجهت في طريق عفرة يعني ايه؟ تراب، حتى بتقولوها بالبلد عفار. لما التراب يهيج بيقولوا عفار. يبقى الحرب الأولى ضد الجسد، ضد التراب. احنا بنحارب، أول حرب بيطلع ضدنا ضد الجسد، ضد الشهوات، ضد النزوات الساكنة فينا. يبقى الفرقة الأولى توجهت إلى طريق عفرة. فين؟ في شعال يعني ثعلب، وثعلب يعني مكر. الشيطان بيجي بمكر ويدخل لكم عن طريق الجسد. ولعلمك أول حاجة الشيطان يخليكم تهتموا بيها الجسد. أنت بتهتم بجسدك 90%، وتهتم بروحك 10%. الجسد ازاي تأكليه، ازاي تشربيه، ازاي تجمليه، ازاي تنظفيه، ازاي تهننيه، ازاي تريحيه، ده الجسد. حد يقدر يعرضني يقول أنا بهتم بالروح أكتر من الجسد؟ لو قعدت طقتين ما كلتش تقول دايخ، الحقوني ما كلتش. لكن تقدر تقعد 2 أسبوعين ما تقراش الإنجيل. ما الروح بتاكل والروح بتشرب، لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وأنا أظن حكيت لكم حكاية من أيام ما كنت بولاء. رحت أزور واحد ورجل كبير يعني بتاع 70 سنة، وبعدين بيقول لي يا ابونا وشك حلو عليا. بقول له ليه؟ قال لي النضارة بتاعتي كانت ضايعة عليها سنة ولقيتها النهاردة الصبح في الكتاب المقدس. قلت له ليك سنة ما قريتش الكتاب المقدس؟ وقع بلسان، ليك سنة ما قريتش الكتاب المقدس؟ طب وليك قد ايه ما كلتش؟ ده انت لو بيت ليلة، ده احنا في صوم يونان ما نصدق يخلص القداس ونطلع نجري على الأكل. أول حاجة عفرة، شعال، ثعلب يلف ويضحك علينا علشان يستطيع أن يربط الجسد عن طريق الغرائز والشهوات. دي الفرقة الأولى. طيب، والفرقة الثانية توجهت في طريق بيت حورون. حورون يعني إيه؟ هذا الحرب النفسية. حورون يعني الحوري. من هو الحوري؟ الحور الأبيض الأحمر. حتى الخباز قال ليوسف على رأسي 3 سلال حواري. وعلى فكرة جت منهم كلمة الحورية. من هي الحورية؟ البنت اللي من الشام، السوريين، اللبنانيين، الشوام، تلاقوا شكلهم ايه؟ أبيض وحمار. والدقيق الحوري اللي هو الدقيق الزيرو، لما بتعملوا فينو، ما الفينو بيتعمل من الدقيق الحوري، تلاقي وش الفينو أبيض على أحمر، يعني مخلوطين على بعض. ادي معنى كلمة. فالتانيين توجهوا إلى طريق بيت حورون. كلمة حورون يعني اللي هي الحروب النفسية. الحروب النفسية، النفس تحب العظمة، النفس تحب الوجاهة، النفس تحب أنا والباقي تحت، كبرياء نفسي. بتدخل عن طريق تجيب الغضب، تجيب النرفزة، تجيب الحقد، تجيب الكراهية، تجيب كل الأمور دي.
وده الحرب رقم 2. يحاربك جسديا، لو ما قدرش عليك جسديا يحاربك نفسيا، لو ما قدرش عليك نفسيا يحاربك روحيا. روحيا ده بقى ايه؟ الفرقة الثالثة راحت فين؟ الى التخم المشرف على وادي صبوعيم. صبوعيم يعني ايه؟ صباغ. كلمة صبوعيم يعني صباغ، نحو البرية. صباغ يعني هيدي صبغة للروح، تكون صبغة فيها حرب، تعلمها الفتور، وتعلمها الجفاف، وتعلمها الملل من الكتاب المقدس، والملل من الترنيم، والملل من التسبيح، يخليها تبعد كده. وعلى فكرة لما تصبغ حاجة، ما الروح هي أهم حاجة، بيتغير إيه؟ بيتغير شكلها. عشان كده الأشرار مكلمهمش عن الجسد، مكلمهمش عن نفس، لكن كلمهم عن إيه؟ عن اذهبوا عني أنا لم أعرفكم. أنتوا ما كنتوش بالشكل ده. قلبكم، امسك طفل تلاقي قلبه زي البفتة، وامسك واحد كبير وتلاقي قلبه اسود. ايه اللي سود القلب؟ من ساعة ما بديت اكبر مسك القلم الاسود، وقعد من نقطة 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 لغاية ما صفحة القلب كلها اسودت، واصبح قلب الانسان نجيس. اصبح قلب الانسان نجيس. يبقى كم فرقة؟ 3 فرق. فرقة بتحارب الجسد بالشهوات والنزوات، وفرقة بتحارب النفس بالتعالي والكبرياء والغضب والطمع، وفرقة بتحارب الروح بالجفاف وبالفتور وبالبعد عن الله. يعني أكبر خطية وقعوا فيها بني إسرائيل خطية الروح. قد كرهت أنفسنا هذا الطعام السخيف. المن اللي هو رمز للمسيح بقى طعام سخيف. المفروض الأمم المتحدة أنشئت عشان تجيب حقوق الإنسان زي ما بيقولوا، وهي بتجيب حقوق الإنسان ولا حساباتها مع الدول العظمى اللي هي بتمولها واللي هي ما تقدرش تخالف لهم رأي؟ فبتبقى الصورة صعبة جدا. فبيجي يقول ايه؟ يقول ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. هتيجي في آخر الأيام هتبقى حتة الدين ده كأنه أوحش حاجة. العالم يا أحبائي يتجه إلى العلمانية، عايز يلغي حاجة اسمها الله. الثمرة بتاعت معرفة الخير والشر لازم تكتمل. من ساعة ما كل آدم وحواء من الشجرة، وانتوا عارفين العالم ماشي من معرفة لمعرفة، تقدم تكنولوجيا علم. ما هو دي الثمرة. فربنا قال ايه؟ هو ذا الآن الإنسان قد صار كواحد منا. ايه معنى كلمة صار كواحد منا؟ يعني خرج من دايرة الثالوث الأقدس، بقى قائم بذاته. لما جه المسيح وقدم الخلاص صلح اللي عمله آدم، فقال في يوحنا 17 أيها الآب الذين أعطيتني أريد أن يكونوا واحد فينا. في فرق، واحد منا واحد فينا. واحد منا يعني خرج، واحد فينا يعني دخل. وعشان ندخل نلغي هذه الذات الإنسانية البابل الكائنة في داخلنا، نلغيها. هي دي اللي قتلت كثيرين شهداء وقديسين. أصعب حاجة في الدنيا الأنا، هي اللي بتضيع صاحبها.
في آية بيقولها والناس بتفسرها غلط، الرب يسوع بيقول كده بالحرف الواحد: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. مين اللي بيقتل الجسد؟ يا الشيطان يا الإنسان الشرير. بل أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعد أن يقتل يلقي في جهنم. كانوا زمان يفسروها لنا إن ربنا لا بيقتل ولا بيلقي في جهنم. تيجي تقول يا رب هتقتل، يقول لك أريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. طب من مين اللي بيقتلني ويلقيني في جهنم؟ ذاتي هي اللي بتجرجرني، ذاتي هي سبب متاعبي ومشاكلي. مطلوب مني إن أنا أصلبها وأقول مع المسيح صلبت، لأنها ياما ضيعت، طرحت كثيرين جرحى. هي دي الذات، وكل قتلها أقوياء. هي دي الخطية، هي دي الذات، هي دي الأنا. عشان كده هنا بيقول لك: رأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجب عظيما. لما يجي القتل عن طريق الناس اللي كانوا بالاسم مسيحيين، لما يجي القتل عن طريق ان انا اللي نفسي وانا اهلك نفسي، وقف ضدها. ومن يبغض نفسه من اجلي يجدها. ثم قال للملاك: لماذا تعجبت؟ انت بتتعجب ليه؟ انا اقول لك سر المرأة والوحش الحامل ليها. هيبتدي يوضح لنا: الذي له 7 الرؤوس و10 القرون. مفيش أكاليل. الوحش أوروبا، المملكة الرومانية كانت عاصمتها روما. وروما على فكرة لما تقرأ التاريخ يقول لك روما مبنية على 7 تلال، 7 رؤوس يعني. لكن المملكة اتقسمت لدول وهترجع تتحد، ورجعت فعلا تتحد. المرأة اللي جالس عليها يقول لك ايه؟ الوحش الذي رأيت، اللي هي أوروبا، اللي هي المملكة الرومانية، كان وليس الآن. ايه معنى كلمة كان وليس الآن؟ مع انه كائن، كلام يبدو صعب. لا، كان يعني روما كانت مسيطرة على العالم. الآن يعني أيامنا احنا دلوقتي مش أوروبا اللي مسيطرة على العالم ولا المملكة الرومانية. أيوة، دول قوية انقسمت إلى دول. ما هياش أقوى دولة عظمى دلوقتي أوروبا، أقوى دولة عظمى أمريكا، يليها روسيا. فكلمة كان يعني كان مسيطر على العالم أيام يوليوس وأغسطس قيصر، وليس الآن. الآن مش مسيطر على العالم، مع إنه كائن. أوروبا موجودة ولها كيانها ولها شخصيتها، ومنها خرجت التكنولوجيا كلها والعلوم كلها. أدي معنى كلمة كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية. إما كلمة يصعد من الهاوية يعني كأنه سقط وهيقوم، هيحصل اتحاد. بس الاتحاد بين الدول مش هتبقى دولة واحدة، لأن نبوخذ نصر لما شاف التمثال الرجلين اللي حديد دي الدولة الرومانية، بس بقت في الآخر صوابع 10 دول حديد وخزف. وعمر الحديد ما يتحد مع الخزف. عمر روما ما هترجع برضو أوروبا دولة واحدة، لكن هيبقى اتحاد واحد. في فرق من دولة واتحاد. اتحاد يعني رؤساء وملوك بس يكونوا مبايعين لهذا الإمبراطور الوحش الروماني، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. يعني الفترة بتاعت الدولة الرومانية لما هيحصل فيها الاتحاد الكامل هي فترة ال7 سنين. مبتدأ الأوجاع سنة 3 سنين ونص، والضيقة العظيمة 3 سنين ونص. ثم بوق الملاك الثالث، فسقط من السماء كوكب عظيم متقد
كمصباح ووقع على تلت الأنهار وعلى ينابيع المياه. خلي بالكم ده مش مرتبط بالبحر، امال ايه؟ مرتبط بالأنهار. ايه هي الأنهار؟ الأنهار يعني المسيحيين بالاسم. في شخصية هتقوم وهتبتدي تشكك في شخص المسيح وفي الإيمان بالمسيح، ودلوقتي بدأت تظهر. وفي حاجة اسمها نيوسولوجي اللي هو اللاهوت الحديث، ويبتدوا يخلوا الحاجات يقول لك ايه، الحاجة اللي ما فيش حاجة اسمها معجزة، والمعجزات اللي عملها، ويشكك في كل أقوال الله. وطبعا الناس لما تترك كتاب ربنا ولما تترك كلمة الله يبقى ماتت. إلى من يا رب نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. وهنا لما يقول لك كوكب من السماء، كوكب يعني رجل دين عظيم متقد كمصباح. خلي بالك، يعني منور، يعني هيجي شخصية عقلانية مسيحية فذة تشكك في جميع الأديان، وهتقول زي ما قالها قبل كده إن الدين أفيون الشعوب. يعني الدين ده ما إلا للناس اللي ما قدرتش توصل بتتمسح فيه. وهيلغي حتة إيه؟ إن الخلاص اللي صنعه المسيح على الصليب. ولغاية دلوقتي بنبتدي نشوف الناس اللي بتبتدي تتريق وتتكلم عن صليب المسيح وعن خلاص المسيح. دي بداية، لكن هتيجي أكتر وأكتر. ولا يأتي المسيح إلا بعد أن يأتي الارتداد أولاً ويستعلن إنسان الاسم، الشخصية دي. وبعدين يقول لك وقع على سلسل الأنهار وعلى ينابيع المياه. اسم الكوكب يدعى الإفسنتين. إفسنتين دي مر في المرار، يعني المر درجات، أعلى درجة في المر الإفسنتين. ودي قال عنها سليمان الحكيم المرأة الأجنبية، يعني بيقول لك إنها زي الحلاوة وشفتيها أنعم من الزيت وفمها كالشهد، لكن عاقبتها مر كالإفسنتين. يعني آخرة الخطية مرار المرار. ولو الإنسان يعرف إن بعد اللذة ندم رهيب ما كانش يقدم على هذه اللذة، والشيطان بيضحك عليه. هنا لما بيجي يقول لك يدعى الإفسنتين، خلي بالك، عايز أروح لموسى النبي وبني إسرائيل لما خرجوا من البحر الأحمر. أول حتة وصلوا ليها اسمها مرة. وليه سموها مرة؟ لأنه وجدوا مية جم يشربوا منها لقوها مرة، فبكى الشعب وقال لموسى ربك خرجنا وحتى المية اللي نلاقيها تبقى مرة؟ يرب يقول لك فأراها الله شجرة، ورى موسى شجرة، فطرح الشجرة في الماء فتحول الماء المر إلى حلو. إيه هي دي الشجرة؟ اللي هو المزمور الأول، المسيح طوبى للرجل الذي مثل شجرة مغروسة على مجاري المياه. أول ما نزلت الشجرة في المية، المية المرة تحولت لحلوة. لكن تصور الوحش اللي هيجي هيحول المية الحلوة المرة، يعني كأن بمجرد ما ينكر شجرة الصليب هتتحول المرارة للناس كلها. لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فهنا لما يجي يقول لك فصار تلت المياه إفسنتينا ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة. لأن بدون صليب المسيح لا يوجد خلاص. الله معنا، قالها بولس في رومية 8. أعرف إزاي؟ إذا كان الله معنا فمن علينا؟ يقول لك الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ طيب اللي معانا وابنه بذله من أجلنا، طب والشيطان اللي بيلف حوالينا؟ يقول في الآية اللي بعديها من الذي يشتكي على مختاري الله؟ مين يقدر بعد كده يشتكي بعد صليب المسيح؟ الله هو الذي يبرر.
طب والدينونة، من الذي يدين؟ المسيح هو اللي مات، بل بالحري قام، بل بالحري جلس عن يمين الله، بل بالحري يشفع عنا. يبقى هنا دي الصورة الجميلة اللي تخلينا نقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشد أم ضيق وهكذا. لكن هنا لما يجي يقول لك لأن المياه صارت مرة. إصحاح 11 بدأناه بأن يوحنا الحبيب أخذ قصبة شبه عصا. هذه القصبة اللي شبه العصا علشان يقيس بيها هيكل الله والساجدين فيها. وقلنا القصبة رمز للملكية، وربنا قبل ما يوقع الغضب بيدور على أولاده علشان يأمنهم. وده اللي شفناه قبل كده، قال له ما تعملش حاجة لغاية ما نختم عبيد إلهنا. وكانوا لهم رقم رمزي 144,000 من كل سبط 12,000. فبيقول له قيس الهيكل، لكن الدار الخارجية، وكلمة الدار الخارجية يعني اللي بيعبدوا مش عبادة حقيقية، اللي هينضموا للوحش، اللي هيرفضوا العبادة بتاعت الله، دول ما تقسمش، اطرحها بره. وبعدين اتكلم عن الضيقة، ان الوحش والنبي الكذاب وتالتهم الشيطان. خلي بالك هو بيفهمنا مش ماشي بالترتيب، لا، ده الوحش هيبان في هذا الإصحاح، لكن في إصحاح كامل، إصحاح 13 بيتكلم عن الوحش وعن النبي الكذاب بالتوضيح عن الشخصية نفسها. اتكلمت المرة اللي فاتت عن فيه الشاهدين، وقلت ان الشاهدين دول في ايام نبوتهما اغلق السماء، وده ايليا اغلق السماء فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر. وخلي بالك 3 سنين و6 شهور هم 42 شهر اللي هتنداس فيها المدينة، هم الضيقة العظيمة، لأن الفترة كلها 7 سنين. لو كانت ال7 سنين ضيقة عظيمة لن يخلص جسد. وزي ما قال الرب يسوع من أجل المختارين تقصر الأيام، فقسم ربنا ال7 سنين جزئيتين، 3 سنين ونص مبتدأ الأوجاع. هنا هيبتدي يتكلم على ال3 سنين ونص بتاعت الضيقة العظيمة، 3 سنين ونص بتاعت الضيقة العظيمة. قال إن في شاهدين هيجوا يبشروا، وهيتكلموا على إن المسيح ده اللي انتوا صلبتوه لازم تقبلوه. المؤمنين هيقبلوا منهم، وغير المؤمنين هيتضايقوا منهم وهيقولوا لا، احنا الوحش بنالنا الهيكل، والوحش بيدينا خيرات، لان هو الوحش هيديهم كل اللي عايزينه، بس في نص المدة هينقض عهده. والنبي الكذاب هيتبع ويعمل له تمثال في الهيكل. اليهود ما يقبلوش كده، لكن اللي بيمشوا وعايزين يكسبوا يقول لك وماله، ما يعمل تمثال للوحش، يجرى ايه؟ ويخلي صورة الوحش تتكلم ونعبد الوحش ونقول الوحش هو الله. احنا يهمنا مصلحتنا، زي ما الناس بتقول لك يهمنا مصلحتي. على رأي حاتم، إذا كان في مصلحتي أن أتحالف مع الشيطان ما عنديش مانع، وده غلط طبعا، نظرة قصيرة. فالشاهدين دول واحد منهم يرمز لإيليا، لأن بيقول في أيام نبوتهما أغلق السماء، واللي أغلق السماء لم تمطر إيليا، وحول الماء، محدش حول الماء غير موسى. فيعني موسى وإيليا، هل اللي هيجوا موسى وإيليا ولا هيجوا ناس رمز لموسى وإيليا؟ وناس، وممكن ما يكونوش 2 لكن يكونوا فئتين، لأن لما نرجع في سفر دانيال بيقول على القرن الصغير اللي هو الوحش ده اللي هيملك، يقول لك بالقديسين ويغلبهم.
يبقى عدد كبير. طب ليه رمز بموسى ورمز بإيليا؟ لأن موسى الناموس وإيليا الأنبياء، بياخدوا تعاليمهم من الناموس الشريعة ومن الأنبياء، ولما بيصلوا بمزامير داود. دي حياة داودي. لكن الشاهدين سواء كانوا هم 2 أو كانوا أكتر من 2، لكن النبوة بتتكلم عن الشاهدين دول. كانوا بيبشروا ولابسين المسوح. وكلمة لابسين المسوح لأن المفروض البشارة تكون بشارة فرح، لكن دي بشارة فيها نوع من التهديد. يا ناس توبوا، الخراب جاي، فوقوا نفسيكم. طبعا الناس اللي عايزة الوحش وعايزة النبي الكذاب ضميرها بيتعبها من الشاهدين دول. دايما اللي بيتكلم الكلام الصح، اللي ماشي في الغلط بيبقى مش طايق كلامه، مش عايز يقبله. قعدوا يعملوا معجزات، كان ليهم معجزات. عشان كده لما يقول لك إن كان أحد يريد أن يؤذهما تخرج نار من فمهم وتأكل أعدائهم. نار من الفم. يعني إيه نار من فمهم؟ يعني ينطقوا بكلمة. ودي بتفكرنا بإيليا لما جاء له وقال له يا رجل الله، الملك بيقول لك انزل. فإيليا قال له إن كنت رجل الله تنزل نار من السماء تاكلك أنت وال50 اللي معاك. بكلمة من فمه نزلت النار وكلتهم. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا. أتاري ربنا لما بيبعت حد برسالة ما حدش يقدر يأذيه إلا لما تنتهي الرسالة ويسمح ربنا. يعني المسيح حاولوا من ساعة ما اتولد، حاولوا. مش ده اللي قام به هيرودس الأطفال بيت لحم؟ لكن لسه. ولما بدأ خدمته المسيح يسوع، لما بدأ خدمته كانوا خايفين عليه التلاميذ، وبيقولوا له نروح لأورشليم، ده عايز يقتلوك. رد عليهم بجملة حلوة، قال لهم أليست ساعات النهار 12 ساعة؟ إيه معنى الكلام ده؟ يعني عايز يقول لهم مثلا هو النهار كم ساعة؟ 12. حد فيكم يقدر يخليه 13؟ يعني يزود من نهاره ساعة؟ طبعا لا. طب حد من الأعداء يقدر يشيل من النهار ساعة ويبقى 11؟ طبعا لا. يبقى إذن كل حاجة بسماح من ربنا. عشان كده أيوب يقول لهم كنت وضعت لي أيام وسنين وشهور هذه عادتها، كيف أتجاوزها؟ أتجاوزها إزاي؟ دول هيتموا الشهادة، هيتقتلوا، بس الوحش هيجي يروح داخل أورشليم وهيتقصد دول ويصنع معهم ومع أتباعهم، معهم ومع أتباعهم. عشان كده بيقول لك أي حد يحب يؤذيهم لابد. بتعجبني آية جميلة قالها بيلاطس ليسوع، قال له أنت مش عارف إن ليا سلطان أصلبك وليا سلطان أطلقك؟ قال له لا، مالكش علي سلطان لو لم تعطى من فوق. فوق ضابط الكل. عارف مسرح العرايس؟ مسرح العرايس تقف تشوف العرايس بيتحركوا، أتاري فيه خيوط واحد ماسكها من فوق بيحركها. يا الله، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟ وبعدين حط صفة الاثنين، لهما سلطان يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ده إيليا، ولهما سلطان على المياه أن يحولها إلى، ده موسى، وأن يضرب الأرض بكل كلما أراد. يعني مش جايين كمان يعملوا معجزات، لا، الأرض. يعني مثلا مجموعة صممت إنها تنهي عليهم،
يحصل لهم مصايب ويروحوا. تحصل. فالناس لما يشوفوا أي حد يقرب منهم يتأذي، خايفين، كارهينهم، مش عايزينهم لكن خايفين منهم. مين يخلصنا منهم؟ ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش. اللي ما يسجدش يعني اللي ما يخضعش، اللي ما يسجدلوش. وبعدين هيعمل حاجة تانية، ويجعل الجميع الصغار والكبار، صغير وكبير، أغنياء وفقراء، أحرار وعبيد، تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. وده اللي العالم والتكنولوجيا اللي بتحاول تعده الآن. الكريدت كارد من ساعة ما طلع النت وطلع التواصل، الناس ابتدت تشوف إن ممكن البنكنوت يتزور، وش سهل جدا إن ورق البنكنوت يتقلد. ده اللي يخلي بيغير الصورة لصورة. فقال لك لا، احنا عايزين نعمل حاجة نستغني بيها عن ورق البنكنوت ونتعامل بالكريدت كارد. الكريدت كارد ده ممكن يضيع. قال لك لا، بنفكر نعمل كريدت كارد يبقى تحت الجلد، يعني على اليد اليمنى او على الجبهة عشان ما يضيعش. بهذا الكريدت كارد تقدر تشتغل، تبيع وتشتري وتعمل كل حاجة. من غيره لا تقدر تبيع ولا تقدر تشتري، لأن هيجي يوم هيلغوا البنكنوت خالص خالص. الفلوس دي مش هتبقى موجودة، هنبقى تقدمنا لعالم أكتر. وده اللي بيمشيه العالم، وديكم شايفين خطوة بخطوة. عشان كده يعملون سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد، خلي بالك من غير دي، أن يشتري أو يبيع. استحالة، يبقى هيموت من الجوع. تصور واحد ما فيش فلوس، لا في أكل ولا في شرب ولا في سكن ولا في حركة ولا في جواز ولا في عيشة ولا في أي حاجة، إلا من له السمة. السمة دي سماها اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة. من له فهم فليحسب عدد الوحش. عدده كان 666. هي الحقيقة في النص اليوناني مكتوبة 666، يعني 3 أرقام 6، فالمترجم كتبها في العربي وفي اللغة الإنجليزية والفرنسية 666، لكن هي 666. إيه هو رقم 6؟ رقم 6 ده رقم الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان اتخلق في اليوم السادس. في اليوم السادس الخليقة كلها تمت. رقم 6 الشيطان قدر يضحك على الإنسان وياخد منه كل اللي اتعمل. خد الكرة الأرضية واستعبد الإنسان اللي كان رئيس للعالم، وبقى هو رئيس العالم والإنسان بقى عبد الإبليس. ودي الموقعة اللي بيفتخر بيها الشيطان. عشان كده أنا بقول الشيطان بيحب رقم 6 ومشتقاته، يعني يحب 6، يحب 60، يحب 66، يحب 666، يحب الرقم ده. تلاقيه موجود في الحاجة اللي تبين الإهانة، لأن أهان الإنسان في رقم 6. أهانه. يعني مثلا يقول لك نبوخذ نصر صنع تمثال عرضه 6 أذرع وارتفاعه 60 ذراع. لما تيجي عند جالياط اللي حارب
داوود، وجليات ده رمز للشيطان وداوود رمز للمسيح. كان طوله 6 أذرع وشبر كمان، يعني 6 بزيادة وقوة أزيد، 6 أذرع وشبر. أنا دايما أقول كمان إن رقم 60 أو 6 ده الرقم الوحش في بق الإنسان. يقول لك فلان ده أنا هوديه في 60 كذا، ويشتموه برقم 60. طب ليه ما تقولش 70؟ هو ده الرقم اللي بيبين إن الشيطان بيفرح بهذا الرقم. لما نيجي نقول 6 6 6، 6 شر إبليس اللي نزل الأرض، 6 الوحش الروماني، 6 الثالثة النبي الكذاب اللي خارج، الثلاثي النبي. أدي 666. لما يجي يقول لك عدد أرقامه، كانوا زمان يتعاملوا الحروف بالأرقام. أبجد هوز عند رقم 6، أبجد ألف ب جيم دال ه واو، يبقى رقم 6 اللي هو حرف الواو في العربي، حرف الدبليو في الإنجليزي. انتوا عارفين إن بداية مفتاح الدخول للنت www. لما تيجي تدخل على أي حاجة من غير www ما تقدرش تدخل. www يعني 666 عشان تدخل للعلم بتاع الإنترنت. إشارات كتيرة بتوضح، لكن هتوضح أكتر أول ما يظهر الوحش والنبي الكذاب ويحط هذه السمة للبشر، ما يقدروش يستخدموا إلا بيها. طبعا اللي هيعيشوا الإيمان واللي مختارين من إسرائيل هيتشتتوا ومش هيلاقوا لا ياكلوا ولا يشربوا ولا يروحوا أي مكان. هيبقوا ناس من الأمم يطلق عليهم الكتاب الخراف، يقووهم في بيوتهم، يأكلوهم ويشربوهم. كنت جوعان، كنت عطشان، كنت مسجون. قالوا له إمتى؟ قال بما فعلتموه بإخوتي الأصالة، البقية التقية من شعبي اللي هيرجعوا، اللي هم 144,000، 12,000 من كل سبط من الأسباط ال12 اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. بكده نبقى خلصنا المملكة الدجالية في إصحاح 14. في كم آية كمقدمة من 1 ل5. المقدمة دي اللي هيورينا إن ربنا مش نايم، ربنا صاحي وساهر، بس لما تيجي الوقت المناسب يعمل. ويبدأ من أول آية 6، من آية 6 يورينا الجامات أو الضيقة العظيمة، الضربات الأخيرة. لست أعطيكم معلومات لكي تستزيد علما، ولكن أريد أن أعطيك جرسا. إذا كان العالم أعد نفسه للدينونة، عد نفسك للقاء العريس. هو ما خلقنيش عشان أموت، لكن أنا جريت بإرادتي وبشهواتي وبرغباتي، وجريت ورا الخطية، وأنا متأكد إن أجرة الخطية موت. ودي أول خطوة. خلي بالكم، أسماء أولاد يسى قصة لها معنى. يسى ربنا موجود. طب إزاي ربنا يكون موجود؟ يجي الولد الأولاني الياب. إيه معنى كلمة الياب؟ الله أب. الله لا يتواجد إلا مع أولاده، لازم يكون أب. طب ودول ينفعوا بدون المخلص؟ اترفض الياب، اترفض الياب لأن الله لن يكون أب إلا في الياب.
طيب راح مقدم، لكن قبل ما قدم الأولاني كان لما جاءوا إنه رأى إلياب فقال أمام الرب مسيحه. أيوة ده حلو جميل وكبير. فقال الرب لصموئيل لا تنظر إلى منظره. ليه منظره؟ لأن ربنا أب اللي قلبهم حلو، ما بيقولوا له هوذا أمك وإخوتك يطلبونك، قال من هي أمي ومن هم أخوتي؟ الذي يصنع إرادة أبي، أخي وأختي وأمي، ده اللي يصنع إرادة أبي. لكن بيت لحم اللي بتمثل العالم كله مفهومش إن يبقى كامل، كمال خارجي مش داخلي. لكن صموئيل كإنسان شاف القامة الطويلة وقال له ما تنظرش لمنظره ولا طول قامته لأني قد رفضت، لأنه ليس كما ينظر الإنسان. نظرة الله تختلف عن نظرة الإنسان. ينظر الله إلى إيه؟ العينين. العينين يعني القلب. ليه العينين القلب؟ أصل العينين تكشف إيه؟ الداخل. واحد يقول لك عينيا إيه؟ كشفتني. العينين في حد ذاتها ما تكذبش، تقول الحق. يعني مثلا ممكن تيجي تقول لي أنا بحبك وأنت غالي عليا، بص الاقي عينيك من جوه بتقول لي إيه؟ أنت مش طايق تشوف لي، لكن أنت بتقول لي كلام حلو. عشان كده أنت بتنظر للعينين. لا، لكن الله ينظر إلى القلب. العينين المعرفة الخارجية، لكن القلب الداخلي. ننقل للنقلة الثانية. قدم له أبينا داب، يعني أبي كريم. داب يعني كريم، يعني الله أب وأب كريم، بس مش هينفع برضه من غير داود. واخدين بالكم؟ قدم له أبينا داب، يعني الله عايز يكون أب، وعايز يكون أب كريم، وعايش في خير كتير، وعايزنا نشارك ابنه في خيره، وعايزنا يبقى المسيح في وسطنا بكر وسط إخوة كثيرين، ونكون ورثة مع المسيح. ده اللي عايزه ربنا. يبقى التاني ده لا. وعبروا أمام صموئيل فقال وهذا أيضا لم يختار الرب. ما يقدرش يختار ربنا واحد بعيد عن داود، بعيد عن المسيح. راح عبر الابن الثالث. على فكرة ما ذكرش باقي أسماء إيه الأولاد، لأن الثالث قطم وسطه. عبر يسا شمة، يعني شمة خراب. الإنسان ما وراهش غير الخراب، الإنسان كده. عشان كده بعد ما عبر شمة راح عبر باقي الأولاد. شمة يعني ربنا بعت لنا رسالة بيقول لنا أنا أب وأب كريم وعايزكم تبقوا أولادي. قلنا له إحنا شمة، إحنا بنحب الخراب وبنجري ورا الخراب. أيوة، هو أكبر خراب إيه؟ هو الموت، صح ولا لا؟ أنا اختطفت لي قضية الموت. عارف لما واحد يخطف إيه؟ يخطف حاجة بيحبها، صح ولا لا؟ حاجة ثمينة. رحت أخطف أنا قضية الموت، أجيب الموت لنفسي. ما هو ده الخراب. هو ما خلقنيش عشان أموت، لكن أنا جريت بإرادتي وبشهواتي وبرغباتي، وجريت ورا الخطية، وأنا متأكد إن أجرة الخطية موت. كان شاول يعني كبير، كلمة شاول يعني كبير. وشاول الطرسوس على فكرة كان اسمه شاول، لما بقى مسيح يتحول وسمى نفسه إيه؟ ومعنى بولس إيه؟ صغير. يعني حول نفسه من كبير لصغير، لأن ربنا بيحب إيه؟ الصغير. فكان شاول ويونسان. يونسان يعني إيه؟ عطية الله. عطية الله لينا هي المسيح. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد. والشعب الموجود، مين هو الشعب اللي موجود معاهم؟
انت وانا، احنا الشعب اللي موجودين مع الانسان العتيق اللي فينا ومع الانسان الجديد، مع الولادة الأولى اللي اتولدناها من أبونا وأمنا اسمها شاول، ومع الولادة اللي اتولدناها من المعمودية اسمها يونسان. الأولى مولود بالخطية، والتانية مولود من الله، مولود من الله. وكان الشعب الموجود معهم مقيمين فين؟ في جبع بنيامين. على فكرة جبع يعني تل، والتل ده بيشاور لنا على حاجة. المسيح لما اتصلب ما اتصلبش على جبل، ما اتصلب على ايه؟ على تلة الجلجثة، لأن التل رملة يقدر يغرزوا فيها ايه؟ الصليب، فيغرزوا فيها الصليب. وحلوة كلمة كانوا الاثنين مقيمين في جبع يعني تل. بنيامين ابن اليمين، ابن اليمين اللي هو المسيح. ولو رحنا لجبل الجلجثة هنشوف شاول ممثل في اللص الشمال، وهنشوف جونسان أو يونسان في اللص ايه؟ اللص اليمين. الاثنين ده اللي قال له اليوم تكون معي في الفردوس، والتاني اللي هلك وضاع. والاثنين موجودين في جبع بنيامين. والمخص والفلسطينيون رمز للأعداء كانوا في مخماس. كانوا في مخماس يعني خزينة. كلمة مخماس يعني عندهم ممتلكات. على فكرة كلمة مخماس قالها الراجل غني: أهد مخازني هي مخماس، وابني مخازن جديدة، وأقول لنفسي كلي واشربي ليك خيرات كثيرة لسنين عديدة. اللي هو متكلين على ما يملكون، متكلين على قوتهم الشخصية. وبعدين يقول لك ايه؟ فخرج المخربون من محلة الفلسطينيين. الشيطان بيحاربنا ب3 فرق. المخربين خرجوا منين؟ من محلة الفلسطينيين. في 3 فرق، خلي بالكم انتوا بتتحاربوا من 3 اتجاهات. الفرقة الأولى توجهت في طريق عفرة يعني ايه؟ تراب، حتى بتقولوها بالبلد عفار. لما التراب يهيج بيقولوا عفار. يبقى الحرب الأولى ضد الجسد، ضد التراب. احنا بنحارب، أول حرب بيطلع ضدنا ضد الجسد، ضد الشهوات، ضد النزوات الساكنة فينا. يبقى الفرقة الأولى توجهت إلى طريق عفرة. فين؟ في شعال يعني ثعلب، وثعلب يعني مكر. الشيطان بيجي بمكر ويدخل لكم عن طريق الجسد. ولعلمك أول حاجة الشيطان يخليكم تهتموا بيها الجسد. أنت بتهتم بجسدك 90%، وتهتم بروحك 10%. الجسد ازاي تأكليه، ازاي تشربيه، ازاي تجمليه، ازاي تنظفيه، ازاي تهننيه، ازاي تريحيه، ده الجسد. حد يقدر يعرضني يقول أنا بهتم بالروح أكتر من الجسد؟ لو قعدت طقتين ما كلتش تقول دايخ، الحقوني ما كلتش. لكن تقدر تقعد 2 أسبوع ما تقراش الإنجيل. ما الروح بتاكل والروح بتشرب، لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وأنا أظن حكيت لكم حكاية من أيام ما كنت ببولاق. رحت أزور واحد وراجل كبير يعني بتاع 70 سنة، وبعدين بيقول لي: يا ابونا وشك حلو عليا.
بقول له ليه؟ قال لي النضارة بتاعتي كانت ضايعة عليها سنة ولقيتها النهاردة الصبح في الكتاب المقدس. قلت له ليك سنة ما قريتش الكتاب المقدس؟ وقع بلسان، ليك سنة ما قريتش الكتاب المقدس؟ طب وليك قد ايه ما كلتش؟ ده انت لو بيت ليلة، ده احنا في صوم يونان ما نصدق يخلص القداس ونطلع نجري على الأكل. أول حاجة عفرة شعال، ثعلب يلف ويضحك علينا علشان يستطيع أن يربط الجسد عن طريق الغرائز والشهوات. دي الفرقة الأولى. طيب، والفرقة الثانية توجهت في طريق بيت حورون. حورون يعني إيه؟ هذا الحرب النفسية. حورون يعني الحوري. من هو الحوري؟ الحور الأبيض الأحمر. حتى الخباز قال ليوسف على رأسي 3 سلال حواري. حواري، وعلى فكرة جت منهم كلمة الحورية. من هي الحورية؟ البنت اللي من الشام، السوريين، اللبنانيين، الشوام، تلاقوا شكلهم ايه؟ أبيض وحمار. والدقيق الحوري اللي هو الدقيق الزيرو، لما بتعملوا فينو، ما الفينو بيتعمل من الدقيق الحوري، تلاقي وش الفينو أبيض على أحمر، يعني مخلوطين على بعض. ادي معنى كلمة. فالتانيين توجهوا إلى طريق بيت حورون. كلمة حورون يعني اللي هي الحروب النفسية. الحروب النفسية، النفس تحب العظمة، النفس تحب الوجاهة، النفس تحب أنا والباقي تحت، كبرياء نفسي. بتدخل عن طريق تجيب الغضب، تجيب النرفزة، تجيب الحقد، تجيب الكراهية، تجيب كل الأمور دي. وده الحرب رقم 2. يحاربك جسديا، لو ما قدرش عليك جسديا يحاربك نفسيا، لو ما قدرش عليك نفسيا يحاربك روحيا. روحيا ده بقى ايه؟ الفرقة الثالثة راحت فين؟ إلى التخم المشرف على وادي صبوعيم. صبوعيم يعني ايه؟ صباغ. كلمة صبوعيم يعني صباغ، نحو البرية. صباغ يعني هيدي صبغة للروح، تكون صبغة فيها حرب، تعلمها الفتور، وتعلمها الجفاف، وتعلمها الملل من الكتاب المقدس، والملل من الترنيم، والملل من التسبيح، يخليها تبعد كده. وعلى فكرة لما تصبغ حاجة، ما الروح هي أهم حاجة، بيتغير إيه؟ بيتغير شكلها، بيتغير شكلها. عشان كده الأشرار ما كلمهمش عن الجسد، ما كلمهمش عن نفس، لكن كلمهم عن إيه؟ عن اذهبوا عني أنا لم أعرفكم. أنتوا ما كنتوش بالشكل ده. قلبكم، امسك طفل تلاقي قلبه زي البفتة، وامسك واحد كبير وتلاقي قلبه اسود. ايه اللي سود القلب؟ من ساعة ما بديت اكبر مسك القلم الاسود وقعد من نقطة 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 لغاية ما صفحة القلب كلها اسودت، واصبح قلب الانسان نجيس. اصبح قلب الانسان نجيس. يبقى كم فرقة؟ 3 فرق. فرقة بتحارب الجسد بالشهوات والنزوات، وفرقة بتحارب النفس بالتعالي والكبرياء والغضب والطمع، وفرقة بتحارب الروح بالجفاف وبالفتور وبالبعد عن الله. يعني أكبر خطية وقعوا فيها بني إسرائيل خطية الروح. قد كرهت أنفسنا هذا الطعام السخيف
المن اللي هو رمز للمسيح بقى طعام سخيف.